مساء الورد والياسمين على كل اخواتنا الصيادين متابعين قناة صيادين سمك. ولو اول مرة بتشوفنا خد لفة في القناة، هتلاقي فيديوهات كتير تعجبك وتفيدك. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن احسن طريقة نحافظ بيها على الطعم لحد ميعاد الطلعة. فانا جايب ليا ولاخواتي اللي طالعين معايا ان شاء الله بكرة. هنشوف دلوقتي ازاي ننضف الطعم وازاي نحافظ عليه لمدة توصل لاسبوعين في درج التلاجة من غير ما يموت ولا يحصل له اي حاجة. بس هيحتاج ان انا اشقر عليه كل يومين. ده طبعا لو ما طلعتش بيه، لكن لو طلعت بيه هحتاج انضفه تاني. هجيب كيس بلاستيك هقطعه عشان اشتغل عليه. هفتح التمن. انا بالنسبة لي الورقة دي كده خلاص مش محتاجينها تاني. نغير الورقة بورقة نظيفة. طبعا دلوقتي كل اللي انا هعمله هبتدي افرد الطعم. وهبتدي انقي منه الطعم اللي حالته كويسة زي كده، طعمايه صاحية. لكن المتقطع والطينة طبعا هبتدي اشيلها ارميها. طبعا مش هرميها، هخليها هزفر بيها الدور اجهزه. طبعا اهم حاجة ان انا اختار طعمايه تكون كويسة. طبعا الطين والمقطع ده كله احطه على جنب. طبعا انا كل اللي محتاجه ان انا اشوف الطعمايه راس وديل تمام وبتتحرك اشيلها. هو بسم الله ما شاء الله الطعم المرة دي كله جاي كويس، طعمايه بطعمايتها. طبعا مثال على الطعم اللي انا بشيله حاجة زي كده مقطعة بس هي لسه عايشة وكويسة. فانا لو طالع قريب اخليها مع الطين دي، هتفضل يومين تلاتة كويسة وعايشة. فابتدي اول ما اروح على الدور اشتغل بيها. لكن احنا بنتكلم ازاي لو انا قدامي شوية على الطلعة، او لو كنت في مكان لقيت فيه طعم رخيص وجبت طعم، ازاي اقدر اعيشها مدة طويلة في التلاجة. خليكم معانا هننقي في شوية الطعم دول ونرجع لكم تاني. وطبعا انا لما بسيبه كده شوية بيبتدي يسرح، فالموضوع بيبقى اسهل ان انا انقي الطعم. افككه بس كده من بعضه. وبرضو عشان الناس، الطعمايه اهي سارحه بس انا راكنها على جنب عشان التقطيع اللي فيها. لان بمجرد ما طعمايه واحده بتموت بتضرب باقي الطعم كله. خليكم معانا. طبعا حاجه زي كده هي هتبتدي تقطع اهي، فانا هجنبها مع التانيين. انا بنقي الطعمايه اللي 100% سليمه. طبعا أنا بالنسبه لي كل اللي بركنه على جنب ده هو بس بكره وهلاقيه صاحي هوريهولكوا واحنا على الدور. فالصاد بيه عادي جدا.
هي الفكرة كلها في ان واحدة ماتت موتت كل اللي موجودين. طبعا كل شوية الطعم بيلم على بعضه. كده احنا خلصنا ثنائية الطعم. ده اللي طلع هالك منه، مش كتير. الطعمية المرة دي كويسة، وكده كده ده بقى هيفضل حي معايا لغاية بكرة. هصطاد بيه برضو اول ما اروح. وزي ما حضراتكم شايفين انا كده خلصت التمن. هبتدي الفه عشان احفظه في درج التلاجة. هجيب ورقة جورنال نضيفة جديدة، يا دوب بس هديها رشة مية خفيفة كده، وهجيب الطعم بتاعي احطه والف عليه الجورنال كده. وكيس بلاستيك نضيف، وهحط الطعم وهربط عليه وهشيله زي ما هو في درج التلاجة، وهبص عليه بحد اقصى يومين. هلم بس شوية الطينة اللي هيطلعوا منه، لان الطينة اللي بتبقى معاه دي بتبقى فضلاته، وهرجعه تاني درج التلاجة. بعد كده هشوفه بعد 3 ايام، لو تمام هرجعه تاني ابص عليه برضو. لو لقيت حاجة ماتت او كده هشيلها طبعا. هيفضل قاعد معايا ممكن اكتر من اسبوعين لو الطعمية كانت كويسة اصلا في درج التلاجة، مفيش اي حاجة. وكل الوقت اللي ضاع مننا هم 10 دقايق اللي نقينا فيهم التمن. ناخد التمن التاني ننضفه مع بعض برضو. وفي الاخر هوريكم الحبة دوت هنشيلهم ازاي. طعمه كله جاي حبال. طبعا انا ببص على الطعمايه بسرعه، المهم تبقى راس وديل، ما فيهاش اي قطع، ولا حتى لو كامله يبقى فيها زي كور كده. طبعا حضرتك لو اول مره بتشوفنا ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا هتلاقوا فيديوهات تانية كتير مفيدة على القناة، صيانات العدد والمكن والعواد، وطبعا تقارير طلعات الصيد. وزي ما حضراتكم شايفين الموضوع ما بياخدش وقت خالص. بس طبعا مهم لان التمن دلوقتي وصل، انا جايبه النهارده ب55. وطبعا كل صيادين القاهرة والجيزة عارفين المعاناة بتاعت اسعار الطعم دي، لان احنا ما عندناش امكانية ادوار الغلة، لازم سفر. فاللي عايز يطلع يصطاد القاهرة وجيزة مفيش قدامه غير دود الارض. وزي ما حضراتكم شايفين الموضوع ما بياخدش وقت خالص. هو بس ممكن بالنسبة للناس تبقى شايفاها حاجة مقرفة، بس يعني الموضوع بالنسبة للصيادين مش مقرف خالص، لان ده شيء طبيعي بنستخدمه واحنا على المية على طول. وفي الاغلب مفيش صياد ما اشتغلش بدود الارض.
لانه شغال في اي حتة. هجيب برضو الجرنال النضيف بتاعي، يا دوبك همسحه بسنة مية. هو كده كده الطعم هيطلع مية، هيصفي ميته. كده ده تاني تمن معانا. طبعا التالت هكمله بعد الفيديو عشان ما الفيديو ما يبقاش طويل معانا. وبرضه هشيل في كيس بلاستيك طب عشان وقت الفيديو وما نطولش على حضراتكم. انا دلوقتي عندي، هنفترض ان انا كده خلصت وفاضل عندي شوية الطينة والطعم دول. انا بخليهم، بجيب اي ورقة من اللي كان فيهم طعم، اي ورقة قديمة برضو هنديها كده بالراحة، وهلم الطعم بالطينة واحطهم في الورقة واقفلهم برضو بنفس الطريقة. طب دول انا هستخدمهم ازاي او هعمل فيهم ايه؟ دول لو عدى اول يومين وانا ما طلعتش على الميه هاخدهم احطهم في الفريزر، لان في الاغلب هيكونوا ماتوا. طب انا هحطهم ليه في الفريزر؟ عشان خاطر لما اجي طالع استخدمهم ان انا اظفر بيهم الدور واجمع عليهم السمك. هما مش كتير بس برضو في سمكة هتتجمع عليهم. وكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، ورب يكون عجبكم واستفدتوا منه، ونشوفكم ان شاء الله على الف خير في الفيديو اللي جاي. استنونا.